السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. إذا كالعادة والعوايد أعزائي المشاهدين، جيتكم بوصفة جديدة واللي هي وصفة جاتو الليمون. واحد الوصفة عزيزاتي رائعة رائعة رائعة. إذا تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي 250 غرام تاع الزبدة أو مارغرين، ضفت لها نصف كاس تاع الزيت النباتي، ونضربوها هكذا بهذه الطريقة. نضربوها بالبيا حتى ترجع لي كل المواد متجانسة مع بعضها. وما ننساوش بيان سور قرصة الملح. بعدين كما راكم تشوفوا نضيفوا كوب تاع السكر العادي. هنا عزيزتي السكر انا استعملت السكر العادي، تقدري تستعملي سكر غلاس. ونضيفوا كذلك شويه تاع لافاني للتنكيه. هنا بالنسبه للافاني تقدري تستغني عليها لانه المنكه تاعي لهذا اليوم هو الليمون، على بها سميتو الجاتو تاع الليمون. هنا نضيفوا حبه كامله تاع البيض بالاضافه الى 2 صفر، نضيفهم بهذه الطريقه ونزيد نضربوا عزيزاتي بلا ما ننساو مبشور الليمون. انا هنا حطيت كميه معتبره حوالي ملعقه كبيره تاع مبشور الليمون ولا 3 معالق صغيره تاع مبشور الليمون. هاد مبشور الليمون راح يعطي واحد النكهه روعه 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 للكاطو تاعي. ونكملوا نخفقوه. هنا في هذه المرحله رايحه نخفق بالبيا هكذا باش هذاك السكر نتاعي يذوب لي، على خاطرش لو كان ما نخفقش السكر بالبيا ما راحش يذوب لي، وبالتالي الكاطو تاعي راح يجيني يابس وراح يهبط لي في الفوق. هنا كما راكم تشوفوا عزيزاتي، هنا راني نضيف في واحد المكون اخر، مكون سري واللي هو الفلون تاع الليمون. هنا اضفت 3 ملاعق كبيره تاع الفلون تاع الليمون. سبقوني يا البنات، اكيد راح يزيد لي بنه على بنه وراح يزيد لي واحد النكهه قويه قويه جدا تاع الليمون. هنا صاير راني كملت من المواد السائله، رايحه نبدا في اضافه المواد الجافه. هنا نضيفوا كوبين، راني ضفت كوبين. هنا 3 اكواب تاع الفرينه ثم 4 اكواب. اذا هنا عندي 4 اكواب. هنا نضيفوا هنا نصف ساشي او نصف كيس تاع الخميره الكيميائيه كما راكم تشوفوا. واكيد رايحه نضيف الفرينه مره اخرى. اذا كان ما شربتنيش نبدا نخلطوا بهذه الطريقه. انا نستغنى هنا على البطوخ الكهربائي، نبدا نخلطوا غير باليدين. هنا نضيفوا الكوب الخامس تاع الفرينه ونكملوا نخلطوا باليدين بهذه الطريقه هكذا. لازمني نلمس العجينه باش نشوف يعني القوام اسكو صاي. ما نحتاجش لي فرينه ولا نزيد نضيف. هنا يظهر لي صاي. هذه هي العجينه تاعي، تجيني بهذا القوام، ما تكونش طريه بزاف وما تكونش يابسه بزاف، يعني جوست ما نقدر نكورها ولا نشكلها كما تحبي عزيزتي. بيان سور انا خليتها ترتاح مده ربع ساعه ولا كما تحبي انت يا عزيزتي. نغطيوها بيان سور بان فيلم اليمونتير باش هكذا ما تعمليش قشره. بعدين رايحه نبدا نكورها بهذه الطريقه. انا الحبات نتاعي ملتهم صغيورين حوالي 24 25 غرام. انا نحب حبه الحلوه تكون صغيره، وهكذا نحطهم على هذه السنيوه اللي فرشت لها ورق الطبخ. وبعدين رايحه ندخلها للفوق. الفوق بيان سور راهو يسخن على درجه 180. ندخلهم للفوق حتى تنشف لي هذيك الكاطو تاعي حتى ينشف. وبالنسبه للون نتاع الكاطو انا ما نخليش بزاف هكذا باش ما يتبدليش اللون تاعو بزاف، يعني راح ياخذ لي لون مصفر شويه هكذا باش ما نضيعش هذاك اللون تاعي المصفر تاع الكاطو تاعي، اللون الليموني الجميل. هذا الكاطو عزيزاتي هو اقتصادي جدا في المقادير وسهل في التحضير وما ياخذلكش كذلك وقت طويل. والأهم والأهم عزيزتي هو بنين بزاف.
هذا هو الكاطو تاعنا عزيزاتي. انا بعد ما خرجته من الفوغ مسحت له على الوجه مربى المشمش ولا من احسن مربى الليمون، بعدين عملت له ورمضته في جوز الهند على الوجه. وهذا هو الكاطو تاعنا، خرج الشهي، خرج ما شاء الله. نتمنى تكون وصفه نالت اعجابكم، ونتمنى تجربوا الوصفه في اقرب فرصه عزيزاتي هكذا باش تستردوا البنه تاع هاد الكاطو. ما تنسوش تدعموني على قناتي عزيزاتي، راني في امس حاجه لدعمكم هكذا باش قناتي تكبر ونتشجع باش نجيب لكم الافضل والافضل، والاهم نجيب لكم كل الوصفات الاقتصاديه اللي تكون في متناول الجميع. دمتم في رعايه الله وحفظه، ودمتم اوفياء لنا عزيزاتي، ودمتم في صحه جيده، والى الملتقى في وصفات اخرى جديده. سلام.